أنباء من الأهلي تتردد. قفشه وشريف هيمشوا من الاهلي بنهايه الموسم لو كولر كمل مع الفريق في الموسم اللي جاي، والاهلي يدرس ادخالهم ضمن صفقه ابراهيم عادل صفقه تبادليه. تعرف على التفاصيل. أنباء تتردد في النادي الأهلي اليوم عن احتمالية كبيرة جدا لرحيل الثنائي قفشه ومحمد شريف بنهاية الموسم في حال استمرار كولر مع الأهلي في الموسم القادم، وذلك في حال استمرار الثنائي قفشه وشريف على تقديم أداء سلبي وسيء وعدم استعادة مستواهم المعهود سيرحلون بنهاية الموسم، خاصة وأن كولر طالب لسه ضم صانع ألعاب مكان قفشه ومهاجم صريح مكان شريف، في ظل غضب كولر الشديد من هذا الثنائي بعد مستواهم السيء في الفترة الأخيرة. الاتنين دول اسمين تقال، اسمين كبار، لو مشوا من الأهلي هيكونوا مفاجأة، ولكن المعلومات الواردة من الأهلي بتؤكد على أن كولر لو استمر مع الفريق في الموسم الجديد قفشه وشريف هيمشوا من الأهلي. وقتها النادي الاهلي هيفكر انه يستغل الثنائي قفشه وشريف في عرضهم على بيراميدز وعمل صفقه تبادليه من اجل ضم ابراهيم عادل، صفقه تبادليه فقط، ضم ابراهيم عادل مقابل قفشه وشريف دون دفع اموال.